بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتكم تعلم سوفت وير. هنكمل سلسلة الشغل على السيرفر. النهاردة ان شاء الله هنتعلم في الحلقة دي ازاي نأجر ادوات من على السيرفر نشتغل بيها. احنا ساعات بيجيلنا اجهزة كتير طبعا، بتبقى محتاجة ادوات والادوات دي مش موجودة عندنا. مش معقول احنا هنكون مشتركين في كل الادوات، يعني مش هنشتري كل الادوات يعني. ففي الحالة دي لو الأداة مش موجودة عندك وأنت محتاجها ضروري عشان تعمل بيها الجهاز ده، أنت مش هتسيب العميل بقى يمشي ويروح لمحل تاني غيرك عشان يعمل له جهاز. وإلا طبعا لو عمل له جهاز هيبقى زبون عنده هو بعد كده، لأن أنت فشلت إنك تعمل الجهاز برغم إنك مش فاشل ولا حاجة، أنت كنت محتاج الأداة بس. هو الفرق بينك وبينه هو معاه الأداة وأنت معكش الأداة. لكن أنت ممكن تأجر الأداة بحاجات بسيطة جدا وتستخدمها. ممكن تأجرها 6 ساعات، 12 ساعة، 24 ساعة، 48 ساعة، حسب ما انت محتاجها. طب احنا هنعمل ايه عشان نأجر الأداة بتاعتنا؟ لنفرض انا جالي جهاز مثلا محتاج ان انا اصلح ايمي او اصلح سيريال، ومحتاج بندورة مثلا. ففي الحالة دي أنا هأجر البندورة. طب هعمل ايه؟ هدخل اول حاجة على السيرفر، اخش على السيرفر عندي، اسجل في السيرفر. سجلت انا كده على السيرفر، هخش بقى هنا، اختار اطلب الان، شايف اطلب الان دي، واختار استئجار ادوات. يبقى اطلب الان واستئجار ادوات. طبعا لازم يكون عندك رصيد عشان حسب الاداة اللي انت هتاخدها يعني. طب هنا هدوس استئجار ادوات واستنى تفتح لي القائمة بتاعت استئجار الادوات. بعد ما تفتح القائمة بعد ما تفتح القائمة هاجي هنا كل المجموعات واختار رينت يعني ايجار، ديجيتال تولز. هختار هنا، هيبدأ يظهر لي كل الادوات اللي انا عايز اجرها او ان انا محتاج ان انا اجرها. اهو كل دي ادوات اقدر ان انا استخدمها. مثلا اندرويد مالتي تول دي مهمة جدا. دي اداة بنستخدمها في تغيير الايميلات. اكتر شغل ليها في الشاوميهات والاوبو وحاجات كتير يعني. في طبعا عندك السي اف تول، اداة غنية عن التعريف، دي ايجارها ممكن تأجرها 6 ساعات. دي بتعمل حاجات كتير جدا، اهمها حذف اف ار بي الاجهزة اللي فيها كوالكم وغيرها. وبتعمل برضه ريبير للايمي وفي حاجات كتير. في تشيس تول، برضه دي أداة قوية. كل دي تعتبر أدوات قوية عندي. في هيدرا، في جيرفين انلوكر، ادي في بندورة. وهنا بندورة 48 ساعة إيجار. هنا لو عندك البوكس ممكن تأجرها من هنا، ولو ما عندكش البوكس ممكن تأجرها من هنا إنك تحمل أداة مباشر. وفي كمان لو عايز تأجرها أسبوعين كاملين. من أقوى أدوات بندورة طبعا، غنية عن التعريف. في تي اف ام وعاملة شغل جامد أوي الفترة اللي فاتت دي، خصوصا في خدمة الأنتي كراك. طبعا انت لما بيجيلك جهاز انفينكس او تكنو وتحاول انك تشيل اف ار بي او انك تعمل ريبير للايمي، بيحصل ان الجهاز بيقف بعد كده، يقول لك ان الجهاز واقف انتي كراك. فده بيحل لنا المشكله بحاجات بسيطه جدا. تي اس ام تول غنيه عن التعريف طبعا، وليها وجهتين، واجهه عاديه واجهه الكوالكم قويه جدا. في انلوك تول طبعا ياما اتكلمنا عنها، وهكذا. المهم انك تختار الاداة اللي انت عايز تأجرها، وليكن مثلا انا هأجر انلوك تول مثلا كمثال. هخش كده، انا هأجرها 6 ساعات. كل اللي هعمله ان انا هقول اطلب الان، هطلب الخدمة. طبعا انا ما عنديش رصيد كافي على
على الايميل ده، انا بشرح بس عليه، انا واخده من باشمهندس سيد اشرح عليه بس، لان هو معلوش رصيد يعني يكفي يعني. هدوس اطلب الان. بعد ما دوست اطلب الان، طبعا انا ما عنديش هنا تكفي خدمه، بس لو في رصيد هيجي هيطلب الخدمه على طول في ثواني بقى. بعد ما خلصت ربط الخدمه، اجي هنا من فوق واختار، اجي التاريخ دي واختار ريموت اوردر اللي هو ده كده. هلاقي اتبعت لي على طول اليوزر والباسورد اللي هسجل بيهم في الاندوكتور، وهتفضل الأداة شغالة معايا لمدة 6 ساعات. 6 ساعات أقدر أستخدم الأداة. طبعا كده أنت تقدر تأجر أي أداة، يعني مفيش حاجة هتقف معاك. أي عميل جايب جهاز محتاج أداة معينة، شميرة، بندورة، سيجما، أي حاجة أنت عايزها هتلاقيها، هتأجرها وتشتغل بيها، ويبقى كده أنت ما خسرتش العميل بتاعك. أهم حاجة ما تخسرش العميل بتاعك ويروح لحد تاني غيرك. طيب الخدمة التانية النهاردة اللي هنتكلم عليها هي خدمة فك شبكات سامسونج. بيجيلنا أجهزة من بره كتير مقفولة على شبكات رومانيا، إنجلترا، أمريكا. إزاي أقدر أفك الجهاز؟ في أدوات بتتعامل مع فك الجهاز. زي أدوات مثلا هوريها لك عندي على الديسكتوب هنا، زي أداة اسمها سام كي. ممكن تعمل حساب على سام كي بكريدت. وفي أدوات زي جولد، أهي جلوبال انلوكر. دي برضو أداة أقدر برضو أنا بفعلها على السيرفر، وبقدر أستخدمها بكريدت. لكن ما بتقدرش على كل الأجهزة. سام كي اللي فوقيها دي ما بتقدرش تفك كل الأجهزة. طيب أنا في الحالة دي أنا بفتح السيرفر بتاعي عادي بقى كده، وأخش هنا أطلب الآن، وبرضو هختار خدمة الإيمي، الخدمة الأولانية خالص اللي هي إيمي سيرفيس. بعد ما تفتح معايا هاجي هنا عند كل مجموعة، وهنزل تحت كده. ركز معايا، ايفون، لينوفو، هنزل لحد سامسونج. بص بقى، عندي سامسونج كذا حاجة، 1 2 3 4 تحت بعض. آخر واحدة في سامسونج اللي هي سامسونج يو اس اي نتورك، يعني فك أجهزة سامسونج اللي جاية من أمريكا. لو دوست عليها كده هلاقي هنا مكتوب اسم الشبكة المقفولة عليها، مثلا اي تي اند تي، اكس انفينيتي، كل دي شبكات أمريكية. سبيكترم، قول موديل، يعني الشبكات دي كل الموديلات. واللي هنا عندي بص كود اول كارير، والموديل. ومديني برضو بعض الموديلات المدعومة زي اس 22، بس هو كده بيقول موديل، يعني اقدر استخدم اي موديل. قول موديل زد فولد مثلا 3، زد فولد 3، زد فولد 4. وهنا زد فولد، زد فولد، زد فليب 4. قول ليفل، يعني اي مستوى مهما كان. انا بدوس على الخدمه مدتها من 1 ل10 ايام. بدوس على الخدمه، هو بيأكد عليا الموديلات الموجوده حاليا اللي مدعومه حاليا. انا بكتب الايميل. طب حتى لو ما لقيتش المدير بتاعي هنا، برضو ممكن اكتب الايميل وانتظر، ما الخدمه لو فشلت هترجع لي فلوسي تاني، مش مشكله. الخدمه مثلا هتكلف $30. بكتب الايميل بتاعي وبنزل تحت كده، بقدم طلب، وببدا اتابع الطلب بتاعي خلال ال10 ايام دول، يعني ممكن تفك بعد يوم، بعد يومين. آه هنا برضو سامسونج يو اس اي، بس برضو نفس ال هو مقسمها موديلات على فكره. يعني هنا اس 22 واس 22 الترا وزد فليب 3 و4 وهكذا. هنا اس 23 واس 23 الترا، يعني انت بتحاول تدور على الموديل بتاعك. طبعا السعر مختلف شويه، يعني هي $30، هنا $40. طبعا دي مش اسعار حقيقيه. الاسعار الحقيقيه هتلاقيها لما تبقى مشترك في السيرفر. هنا برضو موديلات، كل دي موديلات اقدر استخدمها، وكلها شبكات يو اس اي.
هنا شبكة خاصة يو اس اي سبيكتريوم. وهنا برضو نفس الكلام. كل دي شبكات سامسونج مقفول عليها الأجهزة دي. طبعا اختار الموديل بتاعك، يعني مثلا هنا اس 10 يبقى اختار اس 10، ما اجيش اختاره من هنا. طيب لو رجعنا كده شفنا خدمات تانية في الجزء ده، هنلاقي سامسونج نتورك انلوك اوروبا، يبقى ده تبع اوروبا، ده كان تبع امريكا. اوروبا يبقى انا هدوس هنا، هخش هنا واشوف هنا سامسونج يو كي، يبقى مقفول على شبكات يو كي. يو كي دي لانجلترا اند ايرلندا، هما الاثنين هتلاقيهم مع بعض دايما، انجلترا وايرلندا. والموديل خلاص اتاكدت ان هو اول موديل، وطبعا سعر كويس جدا يعني، لو هو ده السعر فعلا. بتخش كده والفك خلال 24 ساعه. جالك جهاز من انجلترا، من بولندا، من ايرلندا، هتحط الايمي بس، تدوس اطلب الان. بعد ما يجي لك الرد على الطلب انه توافق عليه، خلاص بتخش انت ايه من هنا وتدوس ايمي اوردر، هتلاقي الطلب موجود في الايمي اوردر هنا انه تم الموافقه عليه خلاص والطلب خلص. هتخش تفرمت الجهاز وتوصل نت، هتلاقي الجهاز شغال زي الفل معاك وجاب شبكات. هنا اوروبا، دول اوروبا بصفه عامه، سامسونج اوروبا. وهنا برضو اوروبا، يعني هنا نفس الكلام اوروبا. ساعات يظهر لك على التليفون كده رمز يقول لك ان سي كي او ام سي كي، رمز كده يطلب كود. في الحاله دي بقى مش هيقول لك فك الشبكه زي ده هنا، لا ده هيجيب لك الكود نفسه اللي هتحطه. يعني ام سي كي وان سي كي دي معناها اكواد هتجيلك. انت بتحط الخط بيظهر لك كود على التليفون، بيقول لك الجهاز ده مقفول بشبكه، حط ادخل رمز الشبكه. يبقى انت الرمز اللي هيجي لك او الكود اللي هيجي لك هتختاره من هنا، او بعد ما تفعل الخدمه دي ويجي لك الكود هتحطه عليها. لو نزلنا تحت كده هنلاقي هنا برضو سامسونج اوروبا، ودي يعني دي خدمه تانيه. لو جينا بصينا مثلا كده فتحنا الخدمه، برضو هحتاج الايمي، يعني كلها بتعتمد على الايمي، خدمات ايمي كلها، ايمي بتاع الجهاز نفسه. لما بتدوس نجمه شباك زي وستة شباك بتجيب الايمي. كل دي شبكات خاصه بسامسونج، دي مشهوره جدا، سامسونج رومانيا، بيبقى الجهاز جاي من رومانيا. ورومانيا برضو فيها على فكره اورنج وفودافون زي حالاتنا كده. اي شبكات بقى مقفوله اورنج اورنج وفودافون رومانيا اقدر افكها وسعرها كويس جدا من هنا. اورنج وفودافون برضو بتحط الايمي وبتقدم الطلب بتاعك، تحط الايمي وتقدم الطلب، تطلب الايمي. نفس القصه تحت هنا حسب بقى آه، الدوله. هنا برضو يونايتد كينجدوم اللي هي انجلترا وايرلندا، بس هنا هيجي لنا كود اهو، هتحطه في الخانه بتاعته. ساعات يبقى التليفون محتاج يعني الليفل بتاعه عالي قوي، فبختار هنا اول ليفل. لو ما جاش معايا هنا والطلب اترفض وفلوسي رجعت لي، اجي رافع على ايه، على اول ليفل هنا. تمام. ده بالنسبه لفك شبكات سامسونج سواء في امريكا او اوروبا. طيب هنا ساعات يجي لي جهاز ديمو، ديمو يعني ما بيشغلش خطوط، وانا عايز اشغل الخطوط بتاعته، فبختار خدمه الديمو. طبعا مدين الموديلات المدعومه، وكل موديلات قدامها المده بتاعتها والسعر. لو عندي مثلا جهاز جي 780 او اس 20 او ان 20، بدوس هنا وبكتب بس الموديل بتاع الجهاز هنا، وبكتب هنا تيم فيور. تيم فيور ده معناه ان حد من السيرفر هيخش يتعامل. انت بتبعت له تيم فيور بس، وبتفتح التيم، يعني بتفتح التيم فيور عندك وتكتب الموديل للجهاز، وتحط هنا رقم التيم فيور عشان يخش لك يعمله لك. ده بتبقى خدمه وقتيه يعني، اجهزه الديمو دي. طيب عندنا برضو في ايه خدمات تاني. طبعا من اشهر الخدمات عندنا الاف ار بي بالايمي. طبعا هي خدمه واقفه حاليا، عشان كده هتلاقي قدامها زيرو. اي خدمه تلاقي قدامها زيرو معناها الخدمه دي مش شغاله حاليا. لو لقيت قدامها مثلا 5 دولار 10 دولار يبقى تعرف ان الخدمه ما في فلوس هنا، يبقى في الخدمه شغاله. طبعا لو الخدمه دي بتشتغل ان شاء الله، ودي خدمه اكتر خدمه يعني الناس بتدور عليها،
الاف ار بي من غير ما نفتح الجهاز ومن غير اي حاجه. كل اللي بنعمله بندوس على الخدمه وبنحط الايميل بتاع الجهاز. بنحط الايميل بتاع الجهاز هنا وندوس اطلب الان. بعد ما قدمت الطلب بتاعي دقايق دقايق بالظبط وهخش هلاقي الطلب موجود هنا. اجل التاريخ، ريموت اوردر، دي خدمات ايمي صح، يبقى اخش على الايمي اوردر هنا. اخش على الايمي اوردر هلاقي الاوردر بتاعي مثلا خلاص تم. اخش انا بقى افرمت الجهاز واوصل له واي فاي وامشي خطوات عادي جدا ولا الجهاز يشتغل معايا من غير اف ار بي. يبقى النهارده احنا اتكلمنا على اهم خدمات سامسونج اللي هي فك الشبكه والاف ار بي، واتكلمنا برضو عن استئجار الادوات، ومفيش فني يقدر يستغنى عن الادوات. ولو انت حتى ما عندكش ادوات تقدر تشتريها او معكش فلوس ممكن تأجرها. وليكن مثلا ايجار الاداة 2 دولار ولا دولار ونص، يعني 75 جنيه ولا 100 جنيه، وانت مثلا قلت للعميل 300 جنيه او 400 جنيه، يبقى انت برضه مستفيد وما مشيتش العميل. ده انت حتى لو هتعملوه حتى ب 250 جنيه ب 200 جنيه يعني، بدل ما حد غيرك ياخده انت اولى. يبقى في الحاله دي استئجار الادوات شيء بسيط جدا. وانك تعمل حساب على السيرفر ده انا شرحته في اول حاجه خالص في اول حلقه. يعني كلام سهل جدا تعمل حساب على السيرفر، تتواصل مع باشمهندس سعيد ويأكتف لك الحساب واشحن على قد حتى اللي انت هتعمله. يعني ده المهندس سعيد يعني حتى سايب السيرفر شحن من 3 دولار، يعني من 150 جنيه. ممكن تحط 3 دولار 5 دولار، والشحن كمان موفره بالفودافون كاش. يعني كلام سهل جدا كله، مش صعب انك تشتغل سيرفر. يعني هو اللي بيشتغل سيرفر مش احسن منك. وشكرا لحسن استماعك.